الإيمان والنور ملأ قلبه والدين مزروع فيه. طلب القرب من الله وسعى إليه، ففاز بالرضا والتوفيق في حياته، حتى أصبح ضابطا في الجيش السوري. كان رجلا حكيما مخلصا متمسكا بدينه، مواظبا على صلاته وعبادته لله، وشريفا في مهنته. فبدأ يكتشف مدى إجرام هذا النظام ويلمس فجوره وبعده عن الدين، ولأنه جبل على هذه الصفات الجليلة التي تخالف نظام الجيش الأسدي وقواعده الفاجرة الخالية من العقيدة الصحيحة. قاموا بالتضييق عليه واختلاق التهم له، وأمروا بتسريحه تعسفيا برتبة نقيب هو ومجموعة من الضباط الآخرين. لم ينتهي ظلم النظام على هذا الضابط النزيه، فقاموا باعتقاله وسجنه عدة مرات. استمر يمارس حياته الاعتيادية كضابط مسرح، واعتكف على تلاوة القرآن وحفظه وقراءة الكتب الدينية والإلمام بتعاليم الدين، فأضحى إماما فاضلا لجامع السليمي، فبدت على وجهه مسحة الهداية والنورانية والحكمة، فلبى نداء دينه والتحم مع أبناء شعبه في ثورتهم، وألقى الخطب المجلجلة من منبره التي تحض على الثورة والتضامن مع أخوته السوريين في درعا، واعظا ومحذرا من فجور الحكم الظالم، وراعيا أمينا للمظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت من مسجده، مستفتحا بكلمة التوحيد، ومتقدما الاعتصامات في دوار المدلجي، وخطيبا عظيما حيث صدح صوته أمام آلاف المحتجين من أبناء دير الزور. توغل النظام في ظلمه وانتقامه منه، واعتقلته جميع الأفرع الأمنية عدة مرات، مهددة إياه باعتقال نجليه مقابل تراجعه عن دعم الثورة، ولكن دينه العميق والراسخ منعه، فنفذ كلاب الأسد تهديدهم، فحض على الجهاد ضدهم، وحمل السلاح، فكان أول المجاهدين في الجيش الحر، مؤسسا لكتيبة أبو حفص وقائدا لها، محققا العديد من الانتصارات والبطولات، مفضلا الجهاد بصمت دون الظهور أمام الملأ، خوفا على نجليه المعتقلين، وإيمانه أن الجهاد في سبيل الله. شارك في العديد من المعارك والاشتباكات، وكان في الصفوف الأولى عند تحرير الدفاع المدني وموقعة تحرير الأمن السياسي. واستمر أبو صخر مرابطا مع كتيبته في حي جبيل، متقدما صفوف الجبهة المشتعلة. وفي يوم 8/2/2013 أدرك أبو صخر حاجته للخلوة مع ربه ومناجاته كعادته التي دأب عليها في جامع السليمي، فاتجه نحوه وسجد لله كثيرا، ودعاه بتدبر وخشوع، وألح في طلبه، فلبى الله عز وجل طلبه وأمنيته فور خروجه من الجامع، حيث أصابته رصاصة قناص غادر. فما أجملها من أمنية، وما أعظمها من نهاية. تلك السيرة العطرة للشهيد البطل إمام الشهداء مصطفى النوري أبو صخر، إمام جامع الفردوس وخطيب جامع السليمي، الذي تعبد واستشهد فيه. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، سيذكره قومه وأن جد جد. لدير الزور سباعها، وللحرية والبطولة رجالها، وللجنة شهداؤها. الرحمة للشهيد البطل، وبدماء شهدائنا ستنتصر ثورتنا.